طيب، في حديث آخر جميل يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف الغلابة الأجانب أقاموا عليهم الحد. الشريف لما يسرق يطلع منه زي الشعر من العجين بقدرة الله. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الغلبان أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه مقدمة الحديث المشهور: وحاشاها أن تسرق. وكل واحد يسمع الحديث لازم يقول حاشاها أن تسرق. الحديث هذا ليش ما تقولوا للناس لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف؟ لما تقولوا للناس؟ لما نبروزوا زي ما بروزنا المنقطع الضعيف وإن جلد ظهرك؟ ليش ما نبروز هذا الحديث؟ ليش ما نقول للناس إنه رواه البخاري ومسلم يعني متفق على صحته: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، أخرجه البخاري ومسلم. طيب، ليش ما تقولوا للناس حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح؟ ليش ما تقولوا لهم حديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ ليش ما تقولوا هذا الحديث؟ ليش ما تطلعوه؟ طيب، ليه ما تجيبوا هذا الحديث في مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح وحسنه أهل العلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني بالبلدي غسل يدك من الأمة اللي تهاب تقول للظالم في عينه كده يا ظالم. طيب، أحاديث والله كثير، أنا شكلي طولت عليكم، ما أبغى أطول، لكن أبغى أختم بهذا الحديث في صحيح مسلم. طيب، حديث صحيح في صحيح مسلم، مو زي حق الحديث المنقطع، لا. قال رجل: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. في حديث كثير زي كده تبين عزة الإسلام وعزة المسلم. لا حد يجي يعلق لي يقول أنت دحين تبى تروح تخلي الناس يقاتلوا بعض. أنا بقول الإسلام ما يقول لك ادي حقك كده، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ما بدعو لك، بدعو للحرب وللجهاد وللقتال، لأنه أنا أعرفهم دائما لما يزعلوا لما أحد يزنقهم ايش يتهموه في نيته في كذا. انا بقول لك شوف الدين، شوف دين الفطره. ايوه، واحد جاي ياخذ فلوسك، ما اديك فلوس يا عمي، يبغى يقاتلك، هو اللي يبغى يقاتل مو انت تروح تقاتله. يبغى يقاتلك عشان ياخذ فلوسك، قاتله. طيب اذا يا رسول الله انقتل؟ قال له خلاص في النار. طيب اذا قتلني انت شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. لماذا لا تبرز هذه الاحاديث ونفهمها للناس حتى بفهمكم انتم، بس خلوا الناس تسمع هذه الاحاديث الصحيحه علشان حتى غير المسلمين ترى الان بيسمعوكم وبيشوفوكم، وعرب، في عرب غير مسلمين كثير يقولوا ايش هذا الدين اللي يخلي يعني اتباعه اذلاء وينضربوا ويتاخذ حقوقهم وهم ساكتين. خلوا العالم كله يسمع احاديث الحريه، احاديث العزه، احاديث الكرامه، احاديث الفطره. وفي حاجه ثانيه يا اخي، والله اسمحوا لي طولت في هذا المحور، بس انا قلت لكم بتناقش مع المشايخ ولازم اديهم حقهم وافضفض واطلع اللي في نفسي معاهم، لانه صعب الواحد يتكلم معاهم. فانتظروني شويه يا اخواني وبعدين انضموا لينا. يا مشايخ، موضوع ولي الامر احنا قلنا طيب الطاعه في المعروف وعلى عيننا وراسنا، بس انتم زودتوها، انتم جعلتوا ولي الامر كانه اله لا يسال عما يفعل. لا، مو صحيح. الإمام يسأل والإمام يحاسب وولاته يسألون وولاته يحاسبون، بس لا تسودوها. تصوروا أنتوا إيش سويتوا في العالم ده. أنا واحد راسل لي رسالة وبعدين واحد كلمني أقسم بالله العظيم يسأل، تعرفوا إيش يقول؟ يسأل يقول الآن الخروج على بشار الأسد هذا خروج على ولاة الأمر. تخيلوا يعني كل اللي سواه بشار ويقولوا خروج على ولاة الأمر، مفهمينهم وبرمجوا الناس في اللاوعي انه هذا كمان ممكن يكون ولي امر. تصور هذا السفاح المجرم انه ولي امر، وهم ما يبغوا يفهموا الناس. طب بالله عليكم، الولايه دي عقد بين الشعب وبين الحاكم؟ طب الشعب الان اللي في سوريا هذا مو من حقه يفسخ الوكاله، يقول له تعال يا اخي احنا عيناك، احنا فصلناك، انت اجير. دخل مجموعه من الصحابه، قولوا لهم هذا الحديث على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه.
دخلوا عليه وقالوا، فأحدهم قال: السلام عليك أيها الأجير. فواحد من جلساء معاوية رضي الله عنه قال: السلام عليك أيها الأمير. يبي يصحح له، قال له: بل الأجير، أنت شغال عندنا، مو أنت، إحنا أنت اللي شغال عندنا، إحنا الشعب، وأنت الأمير، أنت أجير. طيب هذا ما هو انتقاص من معاوية، أنا أحب معاوية وأنا كنيتي أبو معاوية، بس عشان برضه يقول لك تنتقص معاوية، لا، قالوا له أنت أجير. طيب السلام عليك أيها الأجير. فإذا أقول يا مشايخ، يا أصحاب الفضيلة، زودتوها شوي، والله زودتوها، والشعب خلاص طقت عروقه منكم. أنا حريص عليكم، أنا أنادي أهل العلم والفضل والتقى والصلاح، وهم الحمد لله موجودين وكثر، أنكم أنتم يعني تزيلوا هذه الصورة السيئة. أنا أخاف زي ما حصلت ثورة على الكنيسة في أواخر القرن السادس عشر بداية السابع عشر، ومارتن لوثر الألماني، وخرجت فرقة البروتستانت زي ما قلت لكم، أنا خفت يصير ثورة على المسجد، والناس يبطلوا لنا في الدين، ويبطلوا في المشايخ، ويبطلوا في الدنيا دي كلها. فأنا أقول يا جماعة، تداركوا الموضوع، وترى زودتوها، وأنا سميت المحور وقلت لعله يكون مناسب: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لأنه أنتم نايمين في العسل، نايمين في الطراوة. تحسبهم أيقاظا، قال المفسرون، لأنهم بيتقلبوا يمين وشمال أهل الكهف، فأنتم بيشوفكم تتقلبوا وتمشوا وتلبسوا مشلحة وتخش وتروح وتجي، لكن نطالع راقدين. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اصحوا يا جماعة، صح النوم. الشعب يريد معرفة الرصيد.